ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده هكلمكم عن تريك موجوده في الاف ال ستوديو وهي بتسهل حاجات كتير قوي. يلا بينا تعالوا نشوفها مع بعض. بكل بساطه ان انا مثلا ممكن اكون ان انا عايز اتحكم في صوت معين او فيدر معين، ان هو يتغير في اوقات معينه في الاغنيه. فبدل مثلا ما ارسم اوتوميشن انا ادوس كليك يمين واختار كريت اوتوميشن، في طريقه تانية مثلا اسهل، بدل ما ارسم الاوتوميشن بايدي واقدر ان انا اغيره بنفسي وانا شغال. وعشان نقدر ان احنا نعمل الحركه دي، اول حاجه خالص على علامه الريكورد دي هدوس كليك يمين واكون متاكد ان هو بيسجل الاوتوميشن. بعد كده ابتدي ان انا ادوس حرف الار واشغل الاغنيه بتاعتي عادي خالص، وابتدي احرك في الفيدر بتاعي. فهو كده خلاص سجل اللي حصل ده في الاوتوميشن، ويبتدي ان هو يعرضه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طيب انا عايز احول دلوقتي اللي حصل ده لاوتوميشن عشان خاطر اقدر اتحكم فيه، لان انا دلوقتي عشان اعدل هيكون التعديل بالشكل ده، وهبتدي ان انا اغير بالطريقه دي. بس ده ممكن ما يخلينيش ان انا اقدر اوصل اللي انا عايزه او اغير في الموضوع بسهوله. فانا عشان احول الايفنت اللي حصل ده لاوتوميشن هعمل كده بالظبط. اول حاجه هدوس عليه دبل كليك، وبعد كده هدوس على السهم ده، وبعد كده هختار اديت، بعد كده هختار تيرن انتو اوتوميشن كليب، وبعد كده هنا بختار سنسيتيفيتي، وانا بحب ان انا اعملها كده بحيث انها ما يكونش النقط اللي موجوده، حتى لو تلاحظوا النقط تكون اقل كده اكتر كده اقل. بس بكل بساطه كده خلاص هو اتحول لاوتوميشن، وقادر ان انا اكمل مانيوال لو انا عايز. وفي حاله لو انا عايز ارسم الاوتوميشن بايدي او اكون متحكم اكتر، هدوس على العلامه دي اللي هي ستيب، وابتدي ان انا ارسم الاوتوميشن بالطريقه دي. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. وما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب ولايك وتشير الفيديو مع حد من صحابك يكون مهتم بنفس الموضوع. واشوفكم في فيديو جديد. شكرا.